الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا علاش كل واحد منا ما خصوش يعطي الميل الرئيسي ديالو، وعلاش حنا محتاجين ما لا نهايه من الايميلات، وكيفاش يقدر يوليو عندنا ما لا نهايه من الايميلات. انا ناخذ واحد المثال بسيط اللي يقدر يصادفنا جميع واللي يقدر يتجلى في العديد من المواقف. في هذا المثال هذا عندنا واحد الشخص بغى يشري واحد الحذاء من واحد المتجر ديال الاحذيه، وفي نفس الوقت كان واحد العرض ديال 10% عرض زياده الى قام الشخص بالتسجيل في الموقع ديال هذا المتجر ديال الاحذيه. يعني الانسان خاصو يمشي للموقع، خاصو يعطي مجموعه من المعطيات ديالو الشخصيه، من بين هذه المعطيات هذه هي الايميل، وغالبا ما الانسان كيعطي ذاك الايميل الرئيسي ديالو اللي كيخدموا في امور اخرى. من بعد كيوصلوا واحد الايميل فيه يعني الكود ديال داك العرض اللي كيقدر يستافد منه. حتى لهنايا كلشي فرحان، يعني الشخص استافد من الخصم ديال 10%، وهذا المتجر هذا استافد يعني ان زبون جديد في قاعده البيانات. من بعد شنو يقدر يوقع؟ وهذا من بعد تقدر يعني ما تبانش بسرعه، يعني تقدر تاخذ اشهر، تقدر تاخذ سنه سنتين، وان هذا المتجر هذا كيبيع ديك القاعده ديال الزبائن ديالو للشركات ديال الاشهار، او لسبب من الاسباب ان هذا المتجر هذا الموقع ديالو كيتعرض للاختراق، وقاعده البيانات ديال الزبائن كتباع في الدارك ويب. وفي نهايه الامر يعني انا كزبون كيوليو كيوصلوني بزاف ديال يعني الايميلات اللي عندها علاقه بالاشهار، اللي عندها علاقه يعني بالاستدراج، ان واحد من الهاكر كيحاول انه يزرع لك واحد اليام وكيكتب الايميل بواحد الطريقه مطروزه اللي تقدر تغلطك وتبرك على الايام وتؤدي يعني لمخاطر اخرى. وهنا الانسان يعني في النهايه كيطرح السؤال: واش هذا الايميل ديالي هذا واش نقدر نحتفظ به، ولا من الاحسن نبلوكي؟ لان عدد الايميلات اللي كيوصلوني يعني واحد 99% يعني ما فيها حتى شي استفاده، يا اما اشعارات يا اما محاوله ديال التضليل والاستدراج. وهنا كنطيحوا في اشكاليه اخرى، وان هذا الايميل هذا الادرس ديالو ما نقدروش نتخلاو عليه، يعني كيولي بحال واحد الاونتيتي منا، لان تقدر تكون عطيتيه للطبيب ديالك، تقدر تكون عطيتيه للبنكه ديالك، تقدر تكون عطيتيه لاصدقاء، تقدر تعطيه للجامعه، تقدر مثلا تكون كتخدموا في السوشيال ميديا، يعني ما تقدرش تخلى عليه بسرعه. دابا لا خدينا هنا نفس المثال وغنحاولوا نتعاملوا معاه بطريقه افضل وغنوصلوا لنفس النتيجه. يعني عوض ما غادي نعطي الايميل الرئيسي ديالي، نفترض انا عندي واحد الدومين، انا نوريكم بالضبط كيفاش تكريب واحد الدومين اللي هو بطريقه سهله. وعوض ما غيكون عندي واحد الايميل جوج ولا ثلاثه اللي مشتركين، غادي نحاول يكون عندي ايميل اللي يكون لي مثلا موقف تعرضت ليه اللي كان خاصني نعطي واحد الايميل ادريس. مثلا هنايا كان خاصني ضروري نعطي واحد الايميل ادريس باش نستافد من هذا العرض لهذا المتجر هذا اللي سميتو شو ستور. غادي نعطيهم ايميل بالالياس اللي عندها علاقه بهذا المتجر شو ستور تانوف. الا بغيت مثلا نشري شي حاجه من اديداس وطلبوا مني انني نستعمل ايميل، غادي نقول لهم غادي نخدم adidas@mydomain.com. مشيت نايكي غادي نكتب nike@mydomain.com. والفكره هو ان ماشي ضروري هاد الايميلات هادو تكون كرييتيهم قبل. الفكره كامله هو ان هاد الايميلات هادو تقدر تجينيريهم يعني مع الحدث اون ذا فلاي. هذه هي الفكره. غادي نكملوا مع الموقف ومع هذا المثال هذا. من بعد غادي يوصلك هذاك البرومو كود، غادي تستافد من العرض. وواحد الامر اللي هو مهم ان هذاك البرومو كود دائما غادي يجيك واحد الايميل اللي عنده علاقه بداك المتجر، وغالبا ما كيكون في الدومين. من بعد غادي نكملوا في نفس يعني الاشكاليه. هو مثلا هذا المتجر هذا قام بالبيع بقاعده البيانات ديال الزبائن ديالو للشركات ديال الاشهار، او يعني تخترق. والانسان كيبدا يوصلوا يعني ايميلات لا علاقه لهم بالشو ستوب. وهنايا الامر كيولي اسهل من قبل كاع الايميلات كيوصلوا لي لهذاك الميل الرئيسي ديالي، يعني الامور اللي هي جديه زائد الامور اللي عندها علاقه بالاشهار زائد الامور اللي جايه من عند سكامرز. هنا كنقدر نفرق بسرعه.
مثلا الا خدينا هذا الايميل هذا، هو جاي بواحد الدومين اللي عنده علاقه بشو ستور، هنا يقدر يكون جاي ليا من واحد، يعني واحد الشركه ولا واحد الشخص اللي مخدم واحد الدومين اخر، وغير كندير المقارنه الا لقيت هذا الدومين يعني ما عندوش علاقه بالالياس اللي انا كتبت، يعني انا هذا محل للشك. يعني في نهايه الامر كنقدر نتعرف على واحد النسبه كبيره د الايميلات فقط غير كنقرا السورس وكنقرا الديستيناسيون. هذا من جهه واحده اخرى، الا حسيت ان كيوصلوني ايميلات غير مفيده لهذا الالياس هذا، يعني نقدر بسهوله انني نبلوكي اي ايميل جاي لهذا الالياس هذا، ونكمل باستعمال الايميل ديالي الرئيسي والياس اخرى. دابا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نوصلوا لهذه النهايه هذه. هنايا غنحاولوا نستعملوا يعني واحد من الدي ان اس بروفايدرز، وانا كيجي لي يعني اسهلهم هو كلاود فلير، خصوصا الناس اللي ماشي تقنيين بزاف، يعني هو سهل الاستعمال. يعني اول شيء خاصو يكون عندنا واحد الدومين. هذا الدومين هذا من الاحسن يعني اللي تبسط الامور، من الاحسن تشري حتى من كلاود فلير باش ما تحتاج يعني تزيد دي كونفيغوراسيون زايدين في اماكن اخرى. هنايا يعني الفكره بسيطه، في كلاود فلير غادي نقول لي اي ايميل جا لهذا الدومين هذا غادي تدير له ريراوسين الايميل الرئيسي ديالي. يعني شنو كنربح هنا هو ان الناس اللي كنعطيهم الايميل ديالي ما كيعرفوش الايميل ديالي الرئيسي، كنعطيهم فقط واحد الياس@mydomain.com. هذه اولا. ثانيا هو كنقدر نجينيري ما لا نهايه من الايميلات. وثالثا ما كنحتاجش انني نكري هذوك الايميلات في كلاود فلير. هنا حيت هنا بحال غادي نشوفوا كاتش اول رول، اي حاجه يعني اي الياس غادي تجيني الايميل. ومن بعد كما قلنا الا حسيت ان واحد الالياس تخترقات ولا تباعت لشركات الاشهار، نقدر نجي للكلاود فلير نقول لي غادي تبلوكي x@mydomain.com، والاخرين يعني غادي يكملوا عادي كما في الاول. هنا باش نكونفيغوريو هذا الامر هذا، دونك اول شيء خاص يكون عندك واحد الكونت في كلاود فلير. يعني تقدر تستعمل الايميل، يعني اي ايميل باش تكري واحد الكونت في كلاود فلير. ومن بعد ضروري خاصك تكري واحد الدومين. انا مثلا عندي جوج لي دومين، المفيد دوت انفو، المفيد دوت اورg. يعني اي شخص يقدر يدير دومين، وحتى الاثمنه يعني جد مناسبه. هنايا كتحاول تقلب على شي دومين اللي اولا تقدر تعقل عليه، وثانيا اللي انت كتلقى فيه راحتك. وواحد القضيه مهمه للاشاره، هو الانسان يحاول يتفادى يعني هذاك الدومين يكونوا فيه معلومات خصوصيه بالشخص. يعني من الاحسن ما يكونش فيه السميه ديالك ولا الكنيه، لان من الدومين يعني نقدروا نخدموا السميه والكنيه ونوصلوا للشخص مول هذاك الايميل. هنا ناخذ المثال بلا بلا. هي كتبرك سيرش غيخرج لك كاع لي دومين اللي عندهم علاقه بلا بلا واللي هما مازالين ديسپونيبل، زائد الاثمنه. هنا الثمن في السنه الاولى، وهنايا الى يعني جددتي في السنه الثانيه. من بعد كتختار واحد الدومين. هنا هي كتبرك كونفيرم، خاصك تدخل واحد البيانات ديالك زائد طريقه الاداء. و كلاود فلير كيسوبورتيو باي بال، يعني حتى الناس في المغرب يقدروا يستافدوا من كلاود فلير. من بعد ما كيولي عندك الدومين، يعني كتلقاهم هنايا لي دومين. من بعد غنحاولوا نديروا داك كاتش اول رول. هنايا غادي تقلب على ايميل راوتين. هنا نبركوا على ايميل راوتين، غتخدم الدومين اللي باغي تخدم فيه الايميل راوتين. هنايا جيت ستارت، دير سكيب. من بعد خاصك تكونفيغوري هاد الراوتين رولز. هنايا كما قلت لكم كاتش اول، يا اما تخدم بكاتش اول يعني اي حاجه اليا جات في الدومين غتصيفط لواحد البلاصه، ولا لا بغيتي تكون سبيسيفيك، مثلا واحد الالياس بغيتي تصيفط لواحد الايميل، انذر الياس تصيفط لانذر ايميل. هنا ات انيبلي كاتش اول رول، هنا غادي تقول ليه تو ان ايميل ادريس. هنايا غادي تدخل هذاك الايميل الرئيسي ديالك. صافي. من بعد هنايا خاص ضروري فيريفيكاسيون هذا الايميل ادريس ديالك. هنا غادي تانيبلي الايميل راوتين، وصف وعليه السلام. هنايا دابا اي ايميل وصلك غادي يمشي لهذاك الايميل الرئيسي ديالك. تقدر تاخذ واحد
يعني واحد 10 دقائق حتى لساعة باش كلشي أنه يسينكي. وباش تيستي تقدر تمشي لواحد الايميل ادريس وتحاول تصيفط واحد الايميل مثلا test@ilmofid.org ولا test@mydomain.com، وتشوف واش غتوصلك في هذاك الايميل الرئيسي ديالك.